السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف البطاطس الصغيرة ديت بقى في السوق وبسمعها كتير قوي. هنعمل بيها ايه؟ ده صغيرة قوي، دي هتتقشر وتتقلي. البطاطس الصغيرة دي يا جماعة جميلة جدا جدا، من المقبلات بقى او الطبق الجانبي او مش جانبي، كمان طبق رئيسي كده. لو هناكل الأكلة شعبية كده زي ما بنقول، طبعا بنغسلها كويس جدا جدا وبعدين بنسلقها كده عادي من غير أي حاجة خالص، ولا ملح ولا أي حاجة. وبصفيها وبسيبها تهدى شوية، وبعدين أبدأ أقشرها. بتتقشر سهلة جدا يا جماعة، اللي بيقول بتبقى صعبة في التقشير أبدا خالص أهي. طالما هي مستوية كويس بتتقشر سهلة جدا وبتديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عندي فكرة بقى تانية جميلة جدا. بصوا، هي طبعا مغسولة كويس جدا قبل ما تتسلق، وبعدين باجي وهي بقشرها بضغط عليها ضغطة كده صغيرة بمج بأي حاجة، وبخليها بالشكل ده. بتبقى جميلة جدا كمان بقشرها، الفايدة كلها موجودة فيها، وبتبقى طعمها رائع. طعم القشر مش هيبان وهتبقى جميلة. طبعا زيت بقى غزير كده حلو، وبروح محمرة فيه البطاطس. عندي ملح وكمون وبابريكا، مش أكتر من كده. ده الميكس دوت مع بعضه بيدي طعم حلو قوي للبطاطس الصغيرة أو البطاطس الميني دي زي ما أنا مسميها. بنحطها، شوف جمال يا جماعة. مش لازم عشان أعمل بطاطس تكون كبيرة وأقطعها صوابع وأقلي، لا دي جميلة جدا. وعلى فكرة السلقة بتاعتها ونيجي نحطها في الزيت ما بتخليهاش تشرب زيت كتير ولا أي حاجة، وبيكون طعمها أحلى بكتير جدا. الحبة بقى المفضلين عندي اللي هو بقشرهم دول، برضو بقليهم وبيكون طعمهم رائع جدا ومنتهى الجمال، وقيمتهم الغذائية فيهم بالقشر كله. سهلة وسريعة جدا لو انتي عملتيها مثلا على سفرة رمضان، من المقبلات حتى انها تتحط جنب طبق رئيسي كده. وبعدين شوية بقى بقدونس، شوية كزبرة خضراء عندك زي ما انتي عايزة، بنزوقها بس ونحط رش عليها كده. بيبقى عندك طبق في منتهى الجمال والروعة وسريع جدا. أرجو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. ودمتم دايما يا رب بألف خير، ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب.